السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير على الجميع. أولا أنا بوجه رسالة شكر وتقدير لمعالي وزير التربية والتعليم على القرارات اللي أخذها بخصوص طلاب الثانوية العامة، لأن فعلا الطلاب الثانوية العامة يعني اتحملوا حمل كبير وتحملوا مواد مالها أي داعي. وبالعكس أنا من ضمن الناس اللي بأيد قرار معالي وزير التربية والتعليم في اللي اتخذه. بصراحة ربنا انت خففت كتير على الطالب، وخففت كتير على ولي امر الطالب، لان زي ما سيادتك تعلم علم اليقين بان جميع مدرسين او اغلب المدرسين الا ما رحم ربي بيدوا دروس خصوصية للطالب اجباري. والطالب لو ما اخذ درس خصوصي عند مدرس المادة بيتهان وبيتبهدل في الفصل قدام زمايله. فبإجباري إن الطالب ياخد درس عنده عشان يعني يتفادى بطش المدرس. من الآخر إحنا كنا طلبة ومرينا بالأمور ديت، وكنا بناخد درس عند المدرس يعني جمايل بس، بحيث إن إحنا سيبنا في الفصل براحتنا وما يقعدش يضطهدنا. لكن إحنا بنروح الدرس عنده لا بنفهم حاجة ولا أصلا بندرس، إحنا رايحين الدرس نلعب بس. هنعمل إيه؟ أنا كطالب كنت مضطر ان انا اخد درس والا كل يوم هننضرب. فيعني بصراحه قرارات معالي الوزير في منتهى الجمال. ايوه كده الحاجه الحلوه احنا بنقول عليها حلوه. الوزير اللي بيشتغل صح بنقول له يعني بنضرب له تعظيم سلام، لانه شاف شغله صح وهمه وقلبه على المواطن وقلبه على الطالب، وهمه ان الطالب يطلع يعني طالب كويس. فهو ده الشيء اللي بيفرحنا وبيبسطنا. اما مدرسين المواد اللي معالي الوزير حذفها، او معالي الوزير قال لك هي يعني ايه لا تمثل اهميه للطالب من ناحيه الدرجات، فدي بالعكس دي قرارات ممتازه. والمدرس اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطه، لان حرام يعني هم استنفذوا الاسره المصريه بكل مواردها. يعني استنفذوها. يعني لما طالب بيدرس 10 مواد، 10 مواد دولت لازم ياخد فيهم دروس خصوصيه، اجباري عليه وعلى اهله انه ياخد فيهم دروس خصوصيه، مفيش فيها كلام. لو ما خدش درس هيتهان وهيتبهدل. فمعالي الوزير الله ينور عليك، قراراتك ممتازه وكلنا بنأيدك فيها، والى الامام واحنا معاك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحياتي للجميع.